اهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن كروشيه القلب بغرزة الجراني. غرزة سهلة وده بسيط وسهل، والديزاين بتاعه او الباترون بتاعه حلو. يلا بينا علشان نشوف الادوات والطريقة. الادوات بتاعتنا: خيط كوتون جولد، ده اللون ورقمه 98 اللي يحب يشتغل بنفس اللون، وهشتغل معاه بإبرة 3 ملي، دي المناسبة مع خيط كوتون جولد. وهنحتاج إبرة تشطيب، وهنحتاج المقص بتاعنا علشان نشطب الشغل بتاعنا في الآخر. هنبتدي إن احنا نعمل عقدة البداية، وهسيب لكم رابط الدروس الأساسية كلها فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف. هنبتدي الدور الأول إن احنا نعمل 4 سلاسل ونقفل بمنزلقة، ودي شكل الدايرة. هنشتغل 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، وهعمل غرزتين عمود جنب ال3 سلاسل. وطبعا باخد الخيط معايا علشان ما يبقاش فيه خيوط كتير وانا بشتغل. هشتغل غرزتين سلسلة واعمل 3 عمود بلفة تانيين. الفكرة ان انا هشتغل جوه الدايرة دي 4 مجاميع مكونة من 3 عمود بلفة و4 فراغات سلسلتين، اللي هي الكورنر بتاع مربع الجراني. انا هنا بعمل مربع جراني اللي هو الاساسي خالص، وبرضه هسيب لكم مربع الجراني الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده فوق في الاي وتحت في صندوق الوصف تحت. الغرزة دي ليها باترون هسيبه لكم في اخر الفيديو علشان تاخدوا صورة منه. هنا انا وصلت للاخر، عملت 4 مجاميع 3 عمود بلفة ما بينهم 2 سلسلة، بس اخر زاوية بدل ما اعمل 2 سلسلة هشتغل غرزة نص عمود علشان ابقى في نص الزاوية بالشكل ده كده. هشتغل دور كمان بغرزة الجراني، اشد الخيط بتاعي عشان اقفل الدايرة. الدور التاني هيبتدي 3 سلسلة كأول عمود بلفة، وهشتغل جنبه 2 عمود بلفة. وعلشان انقل للكورنر التاني او الزاوية التانية هشتغل سلسلة مسافة. وصلنا للزاوية، هشتغل 3 عمود بلفة 2 سلسلة 3 عمود بلفة، ودي الزاوية بتاعتي بالشكل ده كده. وهكمل ان انا انقل ما بين الزاوية اللي انا شغالة فيها والزاوية الجديدة بسلسلة مسافة. هفضل اشتغل لغاية الدور ما يخلص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكمل الدور وارجع لكم. كملته للاخر زي ما انتوا متعودين. هنعمل غرزة نص عمود مكان السلسلتين علشان ابقى في نص الزاوية بالظبط واقدر اتحرك فيها بسهولة. الدور التالت هيبقى مختلف، هلف مرتين على الابرة وهعمل غرزة عمود بلفتين في الفراغ 1 سلسلة. هشتغل كام عمود بلفتين؟ هشتغل 12 عمود بلفتين في نفس المكان. هتحسوا انها كتير، بس لما هتشتغلوا هتبدأ تفرد وتبقى النص الاولاني من القلب او الكيرف بتاع القلب، هتشتغل معاك وتبقى مظبوط بالشكل ده. غرزة العمود بلفتين. هكمل ال 12 وارجع لكم ونوصل للفراغ ده. كملت ال 12، وصلت للزاوية اللي بعد الفراغ، هقفل بيها بغرزة منزلقة علشان تديني شكل نص القلب. علشان ابتدي النص التاني في الضلع التاني من المربع هلف الخيط على الإبرة مرتين، وهشتغل غرز عمود بلفتين. هشتغل عدد الغرز 12 علشان يبقوا زي الطرف التاني. في اكتر من طريقة للقلب ان انا اشتغل بيها، ان انا ممكن اعمل 12 غرزة عمود بلفتين زي دي. في باترون تاني منتشر اكتر ان انا بعمل
6 عمود بلفتين وما بينهم سلسلة، بس في إضافة دور زيادة. فلو انتوا حابين ان انا اعمل لكم الباترون ده اكتبوا لي تحت في التعليقات. كده انا خلصت ال 12 غرزة عمود بلفتين. هقص الخيط بتاعي. عندكم اختيار من اتنين، ان انتوا تقفلوا بغرزة منزلقة في الزاوية اللي على طول بعد ال 12 عمود بلفتين، او ان انا اقص الخيط زي ما انا بعمل دلوقتي واسحب الابرة، الضم في ابرة التشطيب وادخل في اول عمود بلفة انا عملته، علشان ما يبانش نهاية القفل فين بتاع الشغل. بالشكل ده بدخل تحت حرف الفي وبرجع ادخل تاني في نفس الحلقة اللي انا كنت خارجة منها، اشد الخيط بتاعي علشان يبقى مظبوط ومقفول. وطبعا هدخل واخفي الخيط جوه الغرز بتاعتي بالطريقة دي، وطبعا على حسب ما انتوا عايزين تخفوا الخيط قد ايه. هكمل تشطيب الخيوط وارجع لكم. ده شكله بعد ما شطبت الخيط. مشروع جميل صغير وسهل وبسيط، في اشكال كتير موجودة على السوشيال ميديا. عملتها باكتر من لون علشان تشوفوا الالوان ودرجاتها. ده الباترون بتاعه للي يحب يصوره. اكتبوا لي تحت في التعليقات المشاريع الكروشيه اللي انتوا عايزينها الفترة الجاية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي.